المارشميلو اللي عيالنا مخلصين فلوسنا عليه طلعوا يا جماعة بشوية مية وشوية سكر. والله العظيم حاجة كده اللهم بارك. عايزة اقولك هتعملي مهرجان، هتعملي كده كمية كبيرة جدا، شوية مية وشوية سكر بتوع تموين كمان. وطريقته سهلة خالص واقتصادية وسريعة كمان، يعني هتعملي بالظبط في 3 4 دقايق مش اكتر. شايفين بقى الجمال؟ هو ده بقى المارشميلو ولا بلاش؟ حاجة كده عسل قوي قوي قوي، طعمه تحفة جدا والله، احلى وانضف من الجاهز مليون مرة. شايفين بقى؟ اعملي بقى كمية كده، زقطتي بقى العيال كده وفرحيهم. وعايزة اقولك هتوفري كمان على نفسك انت كتير قوي. سعره بره غالي، الكيس في قلبه حبايتين وب85 جنيه، في قلبه حوالي 5 حبات صغيرين. لكن احنا ما شاء الله عاملين مكعبات قد ايه كبيرة جدا. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. وعايزة احلى لايك منك للفيديو. تجيبي بقى الكسرولة او الحلة بتاعتك، ننزل ب3 كوبايات من السكر، عليهم كوباية من المية، مية عادية خالص من الحنفية، عليهم كوباية برضو من عسل الجلوكوز، ده موجود عند أي عطار، برطمان كده عسل جلوكوز، هتاخدي منه كوباية واحدة. يبقى 3 كوبايات سكر، كوباية مية، كوباية عسل جلوكوز، كده تمام زي الفل. يلا نديهم قلبة وعلى النار 3 دقايق بس، 3 دقايق بس مش أكتر، قلبة كده خفيفة بالراحة وانت بتقلبي. يلا نرفعهم على نار عالية، تاخد غلوة واحدة وهدي النار لمدة دقيقتين 2، وبعد كده تطفي النار. علي بقى كده بسرعة على ما 3 دقايق دول يعدي يكون عملتي اللي انا هقولك عليه. معايا هنا جيلاتين، جيلاتين باودر، ده من عند العطار، سواء سايب او علب زي كده، هو رخيص كمان مش غالي، يعني رخيص جدا. هنحط 6 معالق في قلب طبق كده، 6 معالق كبار جيلاتين، عليهم نص كوباية من المية الدافية، ونقلبهم كويس جدا كده تمام زي الفل. انا بس هحطهم في طبق كبير شوية عشان مش عارفة اقلب في الطبق ده خالص. يبقى 6 معالق كبار جيلاتين، عليهم نص كوباية من المية الدافية، وتقلبيهم. لو في كلاكيع صغيرة كده مفيش مشكلة. تعالوا بقى هنا، ده كيس مخلل فتحاه، اللي هو الاكياس الكبيره بتاعت المخلل دي، فتحته كده فردته، وعليه معلقه من الزيت وايه بالفرشه كده، ودهنت ايه الكيسه كلها. هحطها كده في قاع الصينيه علشان دي اللي هنزل عليها بالمارشميلو. تمام زي الفل كده، ظبطنا حالنا. يلا بقى نجيب بوله او طبق اللي احنا هنعمل فيه المارشميلو. وكده خلاص الشربات اللي حطاه على النار لمده 3 دقايق طفيت عليه، انا عايزاه 3 دقايق بس. اول ما ياخد غلوة على نار عالية هدي النار لمدة دقيقتين كمان واطفي النار، يعني كلهم 3 دقايق. اول دقيقة على نار عالية ودقيقتين على نار هادية. فضيه بقى على طول كده وهو سخن، وعليه الجيلاتين على طول كده وهو سخن، خلي بالك علشان سخن جدا. تمام. يلا وكمان ايه كيسين فانيليا بس كده. يبقى فضينا الشربات بتاعنا، عليه الجيلاتين اللي احنا عجناه بنص كوباية مية دافية، وعليه كيسين فانيليا، والمضرب بقى بتاعنا لمدة 8 دقايق. هنفضل نضرب فيه كده لمدة 8 دقايق. هو بيحتاج بس ايه، يعني طولة بال شوية في ايه في الضرب بتاعه بس مش اكتر، لكن سهل وسريع ومقاديره بسيطة وموجودة في كل بيت. بصوا بقى لقوامه، هيفتح جدا جدا معايا، هيبقى ابيض ابيض شمع، وقوامه هيفضل يتقل يتقل يتكاتل معاكي من الجيلاتين. بصوا بقى قوامه اللهم بارك، هاش كده مره واحده في الضرب بتاعه، كل ما تضربيه كل ما يكون نتيجه افضل. طيب تعالوا بقى نختبره كده، عدى عليه كده حوالي مثلا في الضرب 7 دقايق، جيت اختبره لقيته ايه، يعني مش بيلزق قوي، بسيط، المطه بتاعته ساعات بتقطع مني، انا بختبره كده على صباعي. جيت ضربته كمان دقيقة، يعني اخد معايا 8 دقايق ضرب كده بالمضرب. هنا بقى بصوا، تعالى بقى نختبره كده. لقيت المطة بتاعته ما شاء الله تقيلة، قوامها تقيل ومش بتقطم معايا كده وانا بعملها على صباعي كده. خلاص لقيته زي الفل معايا بالشكل ده، لا تقيل، قوامه تقيل جدا. يلا كده على طول في الصينية اللي احنا حاطينها فيها الكيسة، انزل كده بالمارشميلو كده عليه. بصوا انا خليت حبة كده صغيرة، قلت ايه احط عليهم لون، كان عندي لون احمر، كان اخر نقطتين كده قلت ما احطهم افرح الاولاد. ابني حتى اللي قال لي يا ماما في لون اهو حط لنا ايه لون، قلت له تمام. كنت هعمله بصراحه كله ابيض، قلت لا ما احط بقى اخر ايه نقطتين كده احط اللون ده. فده اختياري، عندك تمام مش عندك مفيش مشكله، بس هو بيدي صراحه لون كده حلو قوي للمارشميلو، والاولاد بيفرحوا بيه جدا. خلاص كده بصوا بقى،
وانت بقى بتحطي الطبقه التانية دي من اي لون. افردي كده زي ما انا بعمل كده، راحه جايه كده، هي اصلا العجينه مطاطه اهي بالشكل ده عشان تطلع مساويه. عايزه اقول لكم لونه حلو قوي، اللي هو اللون البامبا الروز مع الطبقه اللي تحته بيضه، فشكلها تحفه. شايفين بقى الصينيه اتملت معايا وهشه جدا. بالراحه كده نسويه، خلاص كده زي الفل. انا عاملاه من بالليل، تاني يوم بقى كده على الظهر وان شاء الله نطلعه. كل ما تسيبيه كده ليله في التلاجة كل ما يتماسك ويبقى النتيجه افضل كمان. عايزه اقول لكم طعمه كده وهو لسه سايل كده طعمه تحفه جدا. انا دقته والاولاد بقى طبعا حواليا وحاجه ما شاء الله. هنا بقى طلعتها كده تاني يوم الظهر زي ما قلت لكم، اللهم بارك. طبعا يعني تماسكت جدا، كل ما تسيبيها كل ما تكون احسن والنتيجه افضل. نبدا كده بسم الله نفكها كده من الكيسه. بصوا بقى عشان انا دهنه الكيسه نقطه زيت، فبكل سهوله هتطلع معايا بالشكل ده. بصوا بقى مطاطه كده مارشميلو بقى كده، حاجه ما شاء الله، وطعم والله ما شاء الله تحفه جدا بالشكل ده. نجيب بقى شويه نشا، نرش كده شويه نشا على الوش كده من فوق، علشان طبعا بتبقى ملزقه بسيط نعرف نتحكم فيها ونقطعها. شايفين بقى حاجه كده اللهم بارك. اللي ما بتعملي حاجه وتطلع معاكي ناجحه ونتيجه مضمونه وحلوه بتبقي مبسوطه، والاولاد كمان فرحانين جدا جدا بيها اهو بالشكل ده. مارشميلو اقتصادي اعمليه والاولاد هيفرحوا جدا بيه، وكمان هتوفري على نفسك كتير. يلا كده بالسكينه بقى تقطعي اي بقى تقطيع يعجبك، سواء بقى مكعبات كبيره صغيره. بصوا بقى منظره يا جماعه من جوه هاشش كده ومنفوش وجميل، وبصوا اسفنج كده في ايدي. انا هقطعه كده، يعني طلع تقطيع كبيره شويه بس هعيد عليها تاني اعملها مكعبات صغيره، يعني هقطع الواحده 2. طبعا كل شويه بتحطي على السكينه كده شويه نشا عشان ما تلزقش معاكي، وطبعا بترشي كده حبه نشا على الوجه كده من فوق ومن تحت كمان بالشكل ده. بصوا بقى قد ايه مطاطه اللهم بارك وهشه وحجمها جميل جدا. شويه ميه وشويه سكر، كوبايه كده من سكر الجلوكوز، وكمان 6 معالق كبار من بودره الجيلاتين، دي موجود طبعا عند العطار. خلصنا كده. بصوا بقى انا عدت على التقطيع تاني لان حجمه كبير. وكمان يا بنات انا سايبه لكم الرابط او اللينك تبع الموقع بتاعي في قلبه جميع وصفاتي بالصوره والشرح والطريقه كمان بدون نت، يعني مش معاكي نت ومش معاكي باقه هيبقى موجود معاكي كل وصفاتي بالطريقه والشرح كمان والمقادير. لايك بقى حلو كده للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.